انا جاي اقول لك على تركية مهمة جدا، ازاي تغير اي رقم لشكل 3D وازاز شفاف في نفس الوقت بالشكل ده. اول حاجة، وبعد ما تكتب الرقم اللي انت عايزه هتدوس كنترول جي عشان تكرره مرتين. بعد كده هتيجي من فيل هنا وهتخليها 0%، وهتيجي التكست تحتيه وتخليه برضو 0%. هتضغط هنا ضغطتين هتظهر لك البلندنج اوبشن بالشكل ده، وهتيجي تعلم هنا على علامات صح، وهتخلي الرقم ده على 170، وهتخلي الرقم ده على 20، وهتخلي الرقم ده على 3، وهتخلي اللون ازرق على حسب لون الخلفية. بعد كده دوس اوكي، وهتخلي الرقم ده 100، وهتخلي الرقم ده 5. بعد كده هتنزل على اللي تحتها على طول وتعلم عليها علامة صح، وهتخليها هنا 60%، وهتخلي هنا التدريج بتاعها يبقى بالشكل ده. بعد كده هتنزل تعلم على الانر شادو، وهتختار لون يكون اخف من اللون اللي انت اخترته قبل كده. انا مثلا هختار اللون ده. بعد كده دوس اوكي، وهتخلي الاوباستي هنا على 30، وهتخلي الرقم ده 0، وهتخلي الرقم ده 55، وهتخلي الرقم ده 45، وتنزل تحت على الدروب شادو، وهنا هتختار اللون يكون اغمق شوية. انا مثلا هختار اللون ده. بعد كده ادوس اوكي، ونخلي الرقم ده 5، ونخلي هنا الزاوية على 35، ونخلي دي على 50، وهنخلي دي 18، وهنخلي دي 76. بعد كده ندوس اوكي. بعد كده تطلع على التكست اللي فوق وتضغط ضغطتين، هتعلم على دي صح، وهتعلم على دي صح، وهتطلع فوق تاني، وهتخلي الرقم ده 150، وهتخلي الرقم ده 57، وهتخلي الرقم ده 1، وتنزل تحت تخلي اللون ده افتح حاجة من اللون بتاعه. بعد كده تدوس اوكي، وتيجي هنا وتخلي الرقم ده 10. بعد كده تدوس اوكي، وبس كده، ومفيش بعد كده. كده قبل كده بعد. لو عجبك الفيديو احفظه وما تنساش تعمل فولو لايك، واستنى الجديد.